والصلاة والسلام عليك اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في دراستنا وبحثنا اليوم باش نشوفوا معلم أول مكان أقام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل للمدينة المنورة، يعني في جنوبها الغربي بمنطقة قباء، يعني عند ديار بني عمرو ابن عوف. أول حاجة نعملوها نشوفوا احنا رواحنا فين بالنسبة للخريطة. لهنا كما نشوفوا المسجد النبوي الشريف، هذه مقبرة البقيع. نابطوا نحو الجنوب تعرضنا منطقة قباء مرورا بمسجد الجمعة، ثم لهنا قلعة قباء. أول وصول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة كان المجلس متاعه فين كانت الناس تجي تزوروا عند بني واقف الأوسية. نشوفوا تصويرة أخرى لهنا الحصن متاعهم، وهذا هو محور دراستنا اليوم، حصن وأطم بني واقف. كما نشوفوا هذا مسجد قباء، ولهنا حصن وأتم بني واقف. مبدئيا باش نقف نسجل فين العلامة هذه، كذلك باش نشوفوا حاجات من الداخل. الحصن هذا هو باش نشوفوا مجلسهم ومسجدهم، أين كان يتردد الرسول صلى الله عليه وسلم أيام بناء مسجد قباء، وكل ما كان يزورهم. بنو واقف هما من الأوس، من زعمائهم نلقاو سيدنا سعد ابن خيثمة، وكذلك كلثوم ابن الهدم، كذلك نلقاو سيدنا هلال ابن أمية الواقفي. هذا من هاك الثلاثة اللي تغيبوا في غزوة تبوك. قبل ما نواصلوا يلزمنا نعرفوا اللي دار سيدنا سعد بن خيثمة كانت ملاصقة لمسجد قباء، كما نراو مكان العلامة الخضراء. نشوفوا تصويرة أخرى قديمة لمسجد قباء. المؤرخين قالوا اللي لهنا يعني هذه كانت دار سيدنا سعد بن خيثمة. نشوفوا كذلك تصويرة أخرى، هذه الواجهة متاع دار سيدنا سعد. به نرجع نطول للحصن ونشوفوا حكايتنا من قريب. به احنا توا على الميدان. السور اللي نشوفوا فيه هو حصن وأتم بني واقف. نشوفوا وراه نلقاو المآذن متاع مسجد قباء. لو نعملوا طلع على اليمين شوية هكاك احنا تو نبداو في اتجاه المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف يبعد علينا ابوبري 4 كيلومتر، ولكن مسجد قباء يبعد علينا نص كيلومتر. به نقربوا الزوم باش نشوفوا حاجة. السور اللكح اللي نشوفوا فيه هو يعني الحيط متاع الحصن، حصن بني واقف. اليوم يقال له حصن بني مضيان. بنو واقف هما من الأوس، منهم سيدنا سعد ابن خيثمة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سعد دارو جي بين الحصن هذا ومسجد قباء. به نمشيو نحو الحصن ونحاولوا نشوفوه من الداخل. نمشيو نحو الحصن ونحاولوا نشوفوه من الداخل. به احنا توا في المدخل متاع الحصن، نحاولوا نقدموا باش نشوفوا حاجات اكثر. في المكان هذا اللي نشوفوا فيه قدامنا، يعني الكاري هذايا،
يعني لهنا كان ثم مجلس، وفي نفس الوقت يعني قيل أنه كان مسجد لبني واقف. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يقعد في المجلس هذا أيام بناء مسجد قباء، وكذلك كل ما كان يزور الناس هذوما يعني بنو واقف كان يصلي عندهم في المكان هذايا. لو نتذكروا يعني في السيرة النبوية بنو واقف ذكرناهم، منهم الصحابي الجليل المعروف هو سيدنا هلال ابن أمية، هو من الثلاثة اللي تغيبوا عن غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه. نحاولوا كذلك نقدموا شوية باش نصوروا الحصن من الداخل. هذا هو الحصن من الداخل، هذا المدخل، الحيط هذايا هو، نشوفوه أكثر، ولكن الله غالب. فهمتني، المكان هذا مهمل، المكان هذا عنده تاريخ، ولكن الله غالب. التاريخ والحفاظ على يعني على الحاجات هذه عنده الناس متاعه، مش الناس الكل تفهم في التاريخ. فهمتني الحكاية هذوما كي نشوف الحكاية يعني كي نشوفها فهمتني اللحم يقشعر. شوفوا الصور هذا عنده أكثر من 13 قرن. الكاري هذا هو المسجد القديم. لهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان يزور الناس هذوما جماعة بني وقف يعني من الأوس كان يقعد في المكان هذايا. في نفس الوقت كان المسجد نتاعهم. باهي هذاك مسجد قباء، نحاول نقربوا بالزوم. دار سيدنا سعد بن خيثمة أببري في البلاصة هذيك وين الدار نشوفوا فيها توا. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.